في بداية سنة 2010 الأجهزة الأمنية في مصر بدأت تلاحظ حاجة غريبة بتحصل في شبكات المحمول. الموضوع بدأ لما فرق المتابعة الفنية وهي بتراجع حركة الاتصالات بشكل دوري لاحظت وجود إشارات غير طبيعية بتظهر وسط المكالمات اللي شغالة على الشبكات المعروفة. في الوقت ده الكل كان عارف إن في مصر في 3 شبكات بس، وأي مكالمة لازم تعدي من خلالهم ومفيش طريق تاني. لكن أثناء التحليل الفني حصلت حاجة غريبة، ظهر مسار تاني خالص للمكالمات. في البداية المختصين قالوا يمكن يكون تداخل إشارات أو عطل تقني عادي، حاجة بتحصل يعني. بس مع استمرار المراقبة الصورة بدأت توضح، وتأكدوا إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد مشكلة تقنية، لأن الإشارات دي ما كانتش بتظهر بشكل عشوائي، كانت بتتكرر وبتيجي في نفس توقيت مكالمات دولية معينة. هنا بدأ الشك يكبر، ومع التعمق أكتر في تحليل البيانات اتكشف سر خطير، وهو إن في مكالمات دولية كانت بتتسحب من مسارها الطبيعي قبل ما توصل لوجهتها، وبتتوجه لنظام إلكتروني معين يحولها الأول لإنترنت، وبعدها يرجع يمررها تاني لشبكات الاتصالات وكأن مفيش حاجة حصلت. ومع الوقت الأجهزة الفنية بقى عندها يقين إن اللي بيحصل مش عطل ولا صدفة، دي شبكة اتصالات سرية شغالة جوه مصر من غير أي ترخيص رسمي. وهنا القصة أخدت منحنى أخطر بكتير، لأن السؤال الحقيقي اللي ظهر وقتها كان مين اللي ورا الشبكة دي وإيه الهدف منها. ومن اللحظة دي بدأت تحقيقات موسعة علشان يوصلوا للحقيقة، الحقيقة اللي هتكشف بعد كده واحدة من أخطر قضايا التجسس الإلكتروني في مصر. ونقول الحكاية من الأول. الدكتور زياد أحمد متولي. زياد اتولد في محافظة الفيوم سنة 1975، وكبر هناك وسط حياة بسيطة جدا زي أغلب الشباب اللي بيحلموا إنهم يتعلموا ويكون ليهم مكانة كويسة في المجتمع. ما كانش فيه في طفولته أي حاجة ملفتة للانتباه، بالعكس حياته كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. من صغره كان واضح إنه مهتم بالدراسة، وده خلاه يركز في تعليمه لحد ما خلص المرحلة الثانوية وقرر يكمل طريقه الجامعي. بالفعل التحق بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وهناك بدأ أول خطوة حقيقية في مستقبله الأكاديمي. قضى سنوات دراسته في الكلية زي أي طالب مجتهد، وكان واضح إنه عايز يكمل طريقه في المجال العلمي. ومع الاجتهاد والمذاكرة قدر يتخرج من الكلية سنة 1996. لكن زياد ما اكتفاش بالبكالوريوس، كان عنده طموح أكبر من كده، وكان شايف إن مستقبله الحقيقي هيكون في الدراسات العليا. علشان كده قرر يسافر بره مصر علشان يكمل تعليمه، وفعلا سافر لليونان، وهناك قدر يحصل على درجة الماجستير في تخصصه. وخلال رحلته العلمية كمان شارك في برنامج تدريبي أكاديمي في جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، والبرنامج ده كان بيهتم بتطوير المناهج وإعداد المقررات الجامعية. وده كان معناه إن طريقه كان واضح إنه متجه بقوة ناحية العمل الأكاديمي. بعد ما خلص رحلته في الخارج رجع تاني لمصر علشان يبدأ حياته المهنية، وبفضل مؤهلاته وخبرته تم تعيينه عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة الفيوم، وهناك بدأ يظهر قدام الناس في صورة الدكتور الجامعي الناجح. لحد هنا وكانت الأمور ماشية عادي جدا بشكل طبيعي ومفيش أي مشاكل، لحد ما في شهر يناير سنة 2006 كانت كلية الزراعة بجامعة الفيوم مستضيفة زيارة أكاديمية عادية جدا. الزيارة كانت لشخص اسمه ناسين جدعون، أستاذ إسرائيلي جاي من جامعة بن جوريون. الزيارة دي كانت في إطار التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجامعات، وفي وقتها التبادل ده كان بيحصل كتير ومحدش بيقف عنده. خلال الزيارة دي جدعون قابل عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية،
وكان من بينهم الدكتور زياد أحمد متولي. في البداية المقابلة بينهم كانت عادية جدا، مجرد كلام عن الأبحاث الزراعية والتطورات اللي بتحصل في المجال، وكل واحد بيحكي عن خبراته العلمية. وخلال الفترة القصيرة دي نسيم جدعون بدأ يلاحظ حاجة مهمة جدا في شخصية زياد. لاحظ إن الراجل ده عنده طموح كبير جدا، وطموحه مش واقف عند حدود الشغل الأكاديمي التقليدي، وكان واضح إنه مش راضي بالروتين اليومي بتاع الدكتور الجامعي. زياد كان دايما بيتكلم عن أفكار أكبر، وعن إنه عايز يعمل حاجة مختلفة تحقق له نجاح أسرع ومكاسب أكبر. النوع ده من الطموح كان لافت جدا بالنسبة لجدعون. وبعد فترة قصيرة من الكلام ده، جدعون عرض عليه عرض شكله بسيط، أو بمعنى أصح ينفرد بزياد. قال له إنه ناوي يقضي كام يوم في مدينة طابة علشان يغير جو شوية، واقترح على زياد يجي يقضي معاه يومين هناك، وإن الرحلة دي كلها على حسابه، وإن زياد مش هيدفع أي حاجة. وقال له إن الرحلة دي ممكن تكون فرصة يقعدوا فيها براحتهم ويتكلموا عن فكرة مشروع ممكن يعملوه سوا. العرض بالنسبة لزياد كان مغري، سفر وتغيير جو، وكمان احتمال مشروع ممكن يفتح له باب جديد في حياته. ومن غير تفكير طويل، زياد أحمد متولي وافق على الدعوة وسافر لمدينة طابة في نهاية أجازة نص السنة سنة 2006، وقعد في طابة حوالي أسبوع كامل، يوم ورا يوم، وكل ساعة كانت بتعدي وهو فاكر إن الموضوع سفرية والسلام، لكن الحقيقة كانت غير كده تماماً. نسيم جدعون ما كانش سايب زياد لحظة، وزياد كان من أول نظرة هدف واضح قدامه وعينه عليه ما غلطتش. ومن أول مقابلة بينهم بدأ يدخل معاه بهدوء في مرحلة جس النبض، واحدة واحدة كده. قال له بصراحة: بص يا عبد زياد، أنا شايف فيك طموح كبير، بس خلينا واقعيين، المجال اللي انت فيه في مصر مش هيأكلك عيش، لا أبحاثك ولا تدريسك في الجامعة هيحققوا لك اللي انت عايزه، حتى لو فضلت سنين طويلة مش هتوصل لنص طموحك ولا حتى لربعه. وبعدين شاور على نفسه وقال له: أنا زيك أهو، أستاذ جامعي وعندي أبحاثي، لكن رغم كل ده اتجهت المجال الاتصالات والتكنولوجيا لأنه المستقبل الحقيقي. وسكت لحظة وبعدين دخل في الموضوع على طول وقال له: أنا بفكر أفتح شركة في مصر، وإيه رأيك نبقى شركاء؟ أنا هتكفل بكل المصاريف، وإنت يا عم مش هتشيل هم حاجة خالص، دورك بس إنك تمسك الإدارة. وبعدين وضح له نقطة مهمة: طبعا علشان إنت شغال في الجامعة ما ينفعش الشركة تتكتب باسمك، فمحتاجين حد تاني يكون في الصورة ونسجل الشركة باسمه. وختم كلامه بأسلوب مطمن: نبدأ بحاجة بسيطة، فرع صغير عندك في الفيوم، لو المشروع نجح نكبره، ولو ما مشيش انت ما خسرتش حاجة. الكلام دخل دماغ زياد، وأول ما رجع الفيوم بدأ فعلا يجهز لإنشاء الفرع اللي اتفقوا عليه. لكن الغريب إن من قبل ما الشغل يبدأ أصلا ظهرت أول مشكلة، وكأن زياد قدمه زي وشه، وتصدر قرار رسمي، وجت مباحث التليفونات تعمل تفتيش على المكان، واتقفل المكان. زياد اتوتر ولم نفسه بسرعة، واتصل بنسيم جدعون وحكاله كل اللي حصل، فطلب منه يجيله طابة مرة تانية. وأول ما وصل المرة دي المشهد كان مختلف. نسيم ما كانش لوحده، كان معاه شخص تاني قدمه لزياد على إنه مهندس اتصالات متخصص اسمه إيفير الحريري، لكن الحقيقة كانت أبعد بكتير من كده. إيفير الحريري ما كانش مجرد مهندس، ده كان ضابط ارتباط في الموساد. والأخطر إن نسيم جدعون نفسه ما كانش غير عنصر تابع هو كمان للموساد. المهم إن إيفير قعد مع زياد، ومن هنا الكلام دخل في الجد بقى. قال له بصراحة: بص يا عم زياد، انسالي كل اللي اتقال قبل كده وخلينا نبتدي من جديد. وبدأ يشرح له الفكرة بشكل أوضح. قال له: إحنا هنعمل شركة، بس مش شركة عادية، دي هتكون وسيط بين شركات الاتصالات اللي عندكم في مصر وشركات تانية عندنا.
لكن علشان نتفادى أي رقابة أو تصاريح أو وجع دماغ عام من الجهات الأمنية، هنشتغل بطريقة مختلفة. الربط كله هيتم عن طريق شبكة الإنترنت الإسرائيلية، ومن خلال الشبكة دي ده هيخلي تتبعنا شبه مستحيل. زياد سمع الكلمتين بس كان لسه عنده شك وقال له: تمام، بس اللي انت بتقوله ده معناه إن في ناس من جوه شركات الاتصالات عندنا لازم يشتغلوا معانا، وأنا هقنعهم إزاي بحاجة زي دي؟ إيفير ابتسم وقال له بهدوء: ما تشيلش هم، كل التفاصيل دي إحنا عاملين حسابها من بدري، انت بس ركز تنفذ اللي هيتقالك. وبعدين فجأة غير أسلوبه وقال له: بس قبل أي حاجة، انت مرتبك كام في الشهر يا زياد؟ زياد استغرب فرد عليه. إيفير قطعه وقال: من النهاردة مرتبك هيبقى $15,000 شهريا، سواء اشتغلت أو لأ، غير مكافآت وحاجات تانية كتير. الكلام كان مغري جدا، بس زياد ما اقتنعش بسهولة وقال له: كل ده حلو، بس أنا لحد دلوقتي مش فاهم الهدف الحقيقي. إيفير بصله وقال: بص، صحيح في اتفاق سلام، لكن دايما في أطراف بتحاول تبوظ الدنيا، وإحنا وصلنا معلومات إن في جهات بتستغل وجودها عندكم علشان تعمل مشاكل، فطبيعي نحمي نفسنا وفي نفس الوقت نحافظ على السلام اللي بيننا وبينكم. وسكت لحظة وبعدين قال له: دلوقتي نخش في المطلوب منك. وبدأ يحدد له الخطة وقال له: أول ما ترجع مصر هتأسس شركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واسمها هيبقى روت مين. بعد كده هتنزل إعلان توظيف، بس خليك ذكي، كل اللي هتطلبهم يكونوا مهندسين، والأهم إنهم يكونوا شغالين فعلا في شركات الاتصالات ال3 في مصر. وكمل كلامه وقال له: وانت بتختار الناس ركز إن في عدد منهم يكونوا موجودين في مناطق زي سينا. وبعدين وضح الفكرة الأخطر: بعد ما تختارهم بعناية هتخليهم يكملوا شغلهم عادي في شركاتهم، وفي نفس الوقت يشتغلوا معاك، وإحنا اللي هندفع لهم. زياد استغرب جدا وقال له: طب ليه؟ إيفير رد عليه: علشان إحنا محتاجينهم جوه الشركات دي، لأن أي أجهزة أو شغل هيتعمل بعد كده لازم يتنفذ من حد من جوه مش من بره. زياد هز راسه وقال: بصراحة اللي انت بتقوله ده شبه مستحيل، الناس دي أكيد هتشك. إيفير رد بثقة: طبيعي يشكوا، وده شيء كويس، اللي ما يشكش هو اللي نقلق منه أصلا. وبعدين طلع له ورق وقال له: علشان كده احنا مجهزين لك كل حاجة، مستندات تثبت انك ضابط برتبة مقدم في جهة سيادية، هتقعد مع كل واحد لوحده وتكلمه بالشخصية دي، واحنا هندربك تعمل ده بشكل مقنع. وفي النهاية قال له: أول ما تخلص تأسيس الشركة وتختار الناس ترجع لي هنا تاني، وساعتها هتلاقي كل حاجة جاهزة ونبدأ المرحلة اللي بعدها. زياد سمع الكلام كله وفضل يتنطط مكانه زي الكورة الجلد، وكأنه لاقي اللي كان عايش عمره يدور عليه. بعد ما خلصت المقابلات والاتفاقات في طابة، رجع زياد أحمد متولي للقاهرة. أول خطوة عملها زياد كانت إنه يبدأ في تأسيس شركة جديدة. الشركة اتسجلت باسم روت من للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهرت قدام الناس على إنها شركة عادية بتشتغل في مجال التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. من بره كل حاجة كانت باينة طبيعية جدا، شركة جديدة بتبدأ نشاطها ومحتاجة موظفين ومهندسين يشتغلوا فيها. علشان كده بدأ زياد ينشر إعلانات توظيف على الإنترنت وفي أماكن مختلفة بيطلب فيها مهندسين متخصصين في مجال الاتصالات والشبكات. لكن الإعلان كان فيه الشرط الغريب. الشرط ده إن المهندس اللي هيقدم للوظيفة لازم يكون شغال بالفعل داخل واحدة من شركات الاتصالات في مصر. ومع مرور الوقت بدأ عدد من المهندسين يتقدموا للوظائف، وبدأ زياد يختار منهم بعناية. وهو في الوقت ده كان عارف كويس إن الخطوة دي هي الأساس اللي هتتبني عليه شبكة التجسس بالكامل. وبنهاية شهر يونيو سنة 2006 كان زياد خلص تكوين فريقه، 21 مهندس شغالين جوه 3 شركات اتصالات في مصر. قعد مع كل واحد فيهم وفهمه نفس الحكاية، إنه شخص مسؤول في جهة سيادية، وإن في شغل مطلوب لحماية أمن البلد ومتابعة بعض الشخصيات. وطبعا الطلبات اللي قال لهم عليها كانت بسيطة جدا في ظاهرها،
شوية أرقام، شرايح تليفونات، وأجهزة صغيرة ممكن تتحط في أماكن التحكم أو السويتشات، وبحسب خبرة كل واحد ومكانه في شغله كان بيحدد له دوره. وحتى المرتبات كانت مغرية، بتتراوح ما بين 500 ل 1000 دولار. كلهم تقريبا اقتنعوا بنفس الرواية، ما عدا 2 بس كانوا مختلفين شوية. زياد لاحظ إنهم أذكياء وأكثر ثقة، واطمن لهم جدا، فقرر يقربهم منه أكتر ويخليهم إيده اليمين. الاتنين دول كانوا اخوات، وهما باسم البدوي وحازم البدوي. عين واحد فيهم مدير حسابات والتاني مدير مبيعات، علشان يبقوا في الصورة دايما ومعاه في كل خطوة. وبعد ما خلص كل اللي مطلوب منه، شد الرحال تاني على طابة، وكان ده يوم 17 يوليو 2006. أول ما وصل كان في استقباله نفس الوشوش، نسيم جدعون وإفير الحريري، بس المرة دي كان في حد جديد اسمه أورلي ليفي، وكمان معاهم بنت إسرائيلية اسمها سيرينا يعقوب، وكان واضح إن ليها دور محدد من غير ما يتقال بشكل مباشر، وهو اللي حضراتكم كلكم عارفينه ودايما الموساد بيستخدمه بالفتيات اللي مشغلهم. وخلال المقابلة سلموا زياد معدات جديدة، جهاز اسمه سينبوكس، وده مخصص لتحويل مسارات المكالمات الدولية، وكمان 3 أجهزة خاصة بتوجيه المكالمات، بالإضافة لجهاز للرصد والتسجيل. وقعدوا يشرحوا له بالتفصيل الأجهزة دي بتشتغل إزاي، وإزاي يستخدمها من غير ما يلفت الانتباه. وبعدين طلبوا منه حاجة محددة، الأجهزة ال3 بتوع التوجيه لازم تتسلم ل3 مهندسين من اللي اختارهم، كل واحد في شركة مختلفة حسب الأسماء والمواقع اللي هم هيحددوها. زياد رجع القاهرة ونفذ التعليمات بالحرف، سلم الأجهزة لل3 مهندسين اللي تم اختيارهم، وبكده بقى في 3 أجهزة متوزعين على 3 شركات مختلفة، وكل حاجة بقت جاهزة للتنفيذ ومستنية بس الإشارة. في أواخر شهر أغسطس سنة 2006 زياد شد الرحال ل3 مرة على طابة، وأول ما وصل قابل نسيم جدعون وأورلي ليفي، وقعد معاهم يطمنهم إن كل حاجة بقت جاهزة وإن التنفيذ واقف بس على إشارة البداية. لكن المرة دي كان في مفاجأة ما كانتش في الحسبان، قالوا له إن التعليمات الجاية مش هتتقال هنا، وإن لازم يسافر معاهم لتل أبيب. أول ما سمع كده زياد اتفاجئ ورفض فوراً، قالهم بصراحة أنا كده هبقى مكشوف، وأي حركة سفر ممكن تخليني تحت المراقبة. لكن نسيم بحكم العلاقة اللي بينهم قعد يطمنه وقال له إن كل حاجة متظبطة ومفيش أي خطورة عليه، وقال له كمان إن الليلة دي هيجيله شخص مخصوص ياخده من الفندق ويفضل معاه لحد ما يوصله للمكان المطلوب. وبالفعل في نفس الليلة جاله واحد بكلمة السر المتفق عليها، أخده وتحركوا فوراً، وقبل ما النهار يطلع كان زياد وصل لأول مرة لتل أبيب. هناك كان في استقباله شخصين، تامر بوسكندر ونبيل عطلة المعروف بنبيل أبو رائد، هما اللي استلموه وكملوا معاه الرحلة. ومن أول ما وصل بدأوا يدخلوه في مرحلة تانية خالص، برنامج تدريب مكثف كله تفاصيل دقيقة عن الشغل اللي هيعمله. وبعد ما خلص التدريب قالوا له إنه كده بقى جاهز للخطوة الجاية، وإن أول ما يرجع مصر هيكون مطلوب منه يجمع بيانات محددة، كل أرقام السفارات والقنصليات الأجنبية الموجودة. وكمان قالوا له إن المعلومات دي لازم تتبعت بطريقة معينة عن طريق إيميل مشفر، وهيعلموه إزاي يستخدمه بحيث إن محدش يقدر يكتشفه. وادوله مهلة واضحة لحد نهاية شهر أكتوبر، يعني حوالي 2 شهر كاملين. زياد رجع مصر ومن غير ما يضيع وقت بدأ يجمع كل البيانات المطلوبة، وخلال 2 شهر قدر فعلا يوصل لكل حاجة طلبوها منه. وبعد ما خلص بعت المعلومات على الإيميل زي ما اتقاله، وقعد بعدها مستني الرد. وبعد حوالي 5 أيام، وتحديدا يوم 5 نوفمبر سنة 2006، وصل لزياد الرد على الإيميل. الرسالة كانت من إيفير الحريري، وفيها قائمة جاهزة بأسماء وأرقام مطلوب يبدأ يمرر مكالماتهم فوراً. ومن هنا بدأت المرحلة الفعلية، رصد وتسجيل وتتبع وتمرير مكالمات بشكل مستمر يوم ورا يوم. الحالة دي فضلت شغالة لحد شهر أبريل 2007، يعني حوالي 4 ل5 شهور شغل متواصل. وخلال الفترة دي
حجم البيانات اللي اتجمعت كان ضخم جدا، يوصل تقريبا لمساحة 12 كارت ذاكرة مرة واحدة. ساعتها الموساد بدأ يطمن إن المرحلة الأولى نجحت وبشكل سلس جدا، ومن غير تأخير قرروا ينقلوا على المرحلة التانية واللي كانت أخطر بكتير. بعتوا لزياد رسالة جديدة وطلبوا منه يسافر طابة تاني، بس المرة دي مش لوحده. قالوا له هتيجي معاك حازم البدوي وأخوه باسم، وكمان بلغوه إن المقابلة مش هتكون في نفس المكان القديم، لكن في مكان تاني، وهيوصلوا له بنفس الطريقة السرية اللي استخدمها قبل كده. وفعلا زياد خد مساعديه واتحركوا، ومن طابة اتنقلوا لبير 7، وهناك كان في استقبالهم إيفير الحريري وأورلي ليفي. لكن المرة دي المشهد كان مختلف، كان معاهم 3 فتيات، سيرينا يعقوب وكلارا مزراحي وكاميليا موشي. قالوا لهم يرتاحوا يومين الأول وبعد كده يبدأوا الشغل. وبعد يومين دخلوا في مرحلة جديدة تماما، تدريب على أجهزة أحدث وأعقد من اللي استخدموها قبل كده، على إيد 3 مهندسين اتصالات. وقالوا لهم بوضوح إحنا جبناكم انتوا ال3 مع بعض علشان تبدأوا الجد. وبدأوا يشرحوا الخطة الجديدة. أول ما يرجعوا مصر هيتم إرسال شحنة كبيرة من الأجهزة، 11 جهاز توجيه، 3 أجهزة رصد، و16 جهاز هوائي. بس الأجهزة دي مش هتوصل بشكل مباشر، هتلف في كذا دولة الأول، من عندهم لليونان ومنها لإيطاليا وبعدها فرنسا، لحد ما توصل مصر. وبعد الاستلام التوزيع هيكون كالتالي: أجهزة التوجيه تتوزع على المهندسين في الأماكن اللي هيتم تحديدها، وأجهزة الرصد تبقى مع حازم وباسم، ومسؤوليتهم تسجيل كل حاجة حرفياً. أما بالنسبة لل16 جهاز الهوائي، دي كانت أخطر نقطة في الخطة. اتقال لهم إن في 9 أماكن على الحدود، مناطق ما فيهاش تغطية لاسلكية تقريباً، وفي نفس الوقت آمنة وسهل الوصول ليها. دي الأماكن اللي هيزرعوا فيها 9 أجهزة هوائي، ومن خلالها يتم تمرير المكالمات من خلال الإنترنت بشكل يستحيل تتبعه. والباقي من الأجهزة حوالي 7 هيتثبتوا فوق أسطح عمارات حسب خريطة هتتسلم لهم بالمناطق المحددة. وطبعا علشان ينجحوا في ده هيقابلوا أصحاب العمارات ويعرفوهم إنهم تابعين لشركات اتصالات وعايزين يركبوا معدات فوق الأسطح. ومن الناحية دي قالوا لهم ما يقلقوش، كل الورق والعقود جاهزة، وكمان الفلوس اللي هتدفع كإيجار سنوي. أما التمويل فكان له نظام خاص، الفلوس هتوصلهم على شكل حوالات من بره، وبين كل حوالة والتانية فترة من 5 ل6 شهور، وكل حوالة تكفي تغطي كل المصاريف المطلوبة. بالنسبة بقى لطريقة التواصل كانوا واضحين جدا، زياد هو الوحيد اللي مسموح له يتواصل معاهم، ومش بأي اسم كمان، هيستخدم اسمين حركيين، سيف عمران وأليكس شومان. ولو هم حبوا يشوفوه أو يجتمعوا بيهم علشان تدريب جديد كانوا بيبعتوا له رسالة فيها إشارة بالمكان والموعد من غير تفاصيل مباشرة. في المقابلة دي كل حاجة تقريبا اتحطت على الترابيزة، الاتفاقات، الخطة، التفاصيل، مفيش حاجة اتثابت للصدفة. بعدها ال3 رجعوا مصر، وبدون تردد بدأوا ينفذوا كل اللي اتقال لهم حرفياً. ومن هنا بدأت المكالمات والتسجيلات تتدفق بشكل كبير وتوصل للجهة التانية بشكل منتظم. الشغل استمر بالشكل ده سنين لحد بداية يناير 2010، وخلال الفترة دي تم تمرير كم هائل من المعلومات الحساسة جدا، معلومات خطورتها كانت أكبر بكتير من أي تصور. باختصار، الفترة من 2006 ل 2010 كانت مرحلة نمو الشبكة وتجميع المعلومات بشكل غير مسبوق، وفي نفس الوقت كانت فترة تحقيق أرباح مالية ضخمة تقاضوا مبلغ 3 مليون دولار لنفسهم بس، ده غير رواتب الموظفين
وفي بداية سنة 2010 الأجهزة الأمنية في مصر بدأت تلاحظ حاجة غريبة جدا جوه شبكات الاتصالات. الإشارات اللي بتتنقل بين الشركات كانت مش طبيعية خالص وفيها أنماط غريبة. الحاجة دي خلتهم يشكوا إن في حاجة كبيرة وراها. الموضوع ما اتكشفش من أول يوم، بالعكس أخد شهور من المتابعة الدقيقة والمراقبة الفنية لحد ما قدروا يرسموا صورة كاملة عن الشبكة وطريقة عملها. التحليل الفني والمراقبة المكثفة كشفوا كل الأجهزة اللي اتحطت وكل المسارات اللي كانت بتستخدم لتمرير المكالمات ورصد المعلومات. وفي 17 يونيو 2010 جه اليوم اللي فيه تم القبض على أهم عناصر الشبكة، من أبرزهم زياد أحمد متولي العقل المدبر ورا كل العمليات، وكمان حازم البدوي وباسم البدوي أقرب مساعديه واللي كانوا شغالين معاه بشكل مباشر في تنفيذ المهام. معاهم كمان مجموعة من المتعاونين اللي كانوا بيشغلوا الشبكة، سواء من ناحية تشغيل الأجهزة أو جمع المعلومات أو توجيه المهندسين جوه شركات الاتصالات. أثناء تفتيش منازل المتهمين بعد القبض عليهم، الأجهزة الأمنية لقيت 174 بطاقة ذاكرة مليانة تسجيلات لمكالمات حساسة جدا، وبعضها مرتبط بمؤسسات دبلوماسية وبيانات مهمة. الاكتشاف ده كان بمثابة الدليل القاطع على حجم النشاط التجسسي اللي كان شغال تحت الأنظار من غير ما حد يشك. بعد ما تجمع كل الأدلة والاعترافات، اتقررت إحالة القضية للمحكمة العسكرية تحت رقم 5 جنايات عسكرية لسنة 2010. وفي جلسات المحاكمة صدر الحكم النهائي على أهم المتهمين: زياد أحمد متولي، حازم البدوي، وباسم البدوي، وكل واحد فيهم اتحكم عليه 15 سنة سجن. أما باقي المتعاونين فالحكم عليهم كان متفاوت حسب دورهم في الشبكة. القضية دي كانت بمثابة كشف واحدة من أخطر شبكات التجسس المعلوماتي اللي شهدتها مصر في التاريخ الحديث. والأدهش كمان إن القضية أثبتت حاجة مهمة: الخيانة مش مرتبطة بالجهل أو الفقر. بعض اللي تورطوا كانوا من أصحاب التعليم العالي والمناصب العلمية الرفيعة، ناس كانوا مفروض يكونوا قدوة، لكن الطمع والرغبة في المال والنفوذ قدرت تغويهم وتخليهم يبيعوا ثقة وطنهم. القصة دي مش بس عن تجسس وأموال، لكنها كمان عن قد إيه الطمع ممكن يحول أي شخص مهما كان مثقف وناجح إلى أداة خطر على بلده. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.